في وسط كل الفوضى اللي حوالينا، في وسط الضغط والأصوات العالية، المشاكل اللي بتطاردك في كل اتجاه، في فن نادر جدا مش أي حد بيعرفه. فن بيخليك تمشي وسط العاصفة دي وكأنك واقف في حديقة هادية. فن يخليك تتحكم في الدنيا بدل ما تتحكم فيك هي الدنيا. فن اسمه الهدوء. ازاي اهدى والدنيا مش سايباني في حالي؟ كل حاجة ضدي، كل الناس عايزة حاجة مني، وكل ما اكون كويس حد بيجي ويستفزني. وهل لو غضبت او زعقت او دخلت في دوامة التوتر هيتغير حاجة؟ الهدوء مش ضعف، الهدوء قوة تخليك تاخد قرارات صح، تفكر بعقل بارد شوية، وتعرف ازاي تسيطر على نفسك بدل ما الموقف هو اللي يسيطر عليك. لو عايز تتعلم فن الهدوء تعال معايا نجرب الحاجات دي. أول حاجة لازم تعرف نفسك، إيه اللي بيستفزك وليه. لما تفهم نفسك وتقدر تتحكم في نفسك، خد نفس عميق ببطء، حس بالهواء وهو بيدخل جواك وبيخرج، دي لحظة القوة بتاعتك. تالت حاجة، وقف رد الفعل التلقائي بتاعك. قبل ما ترد على أي استفزاز بيضايقك عد لحد 3 كده في دماغك، هتحس بالفرق. رابع حاجة، غير وجهة نظرك. مش كل موقف يستاهل انك تغضب عليه، في حاجات تستاهل انك تسيبها تمر وتعدي، عديها. خامس حاجة، التمرين اليومي. جرب يوميا كده انك تواجه موقف صعب بس بهدوء متعمد، يعني انت قادر ان انت تتحكم فيه، يعني كأنك بتمثل، يعني كأنك بتلعب لعبة اسمها لعبة السيطرة على النفس. الهدوء مش معناه انك ما تحسش او انك تستسلم. الهدوء هو انك تبقى موجة وسط البحر، تتهز لكن ما تغرقش. بس كده، سلام.